يعني موجوده في مجتمعنا حقيقي. ايه اللي فرق في المجتمع؟ يعني ليه نفس القضايا دي ما كانتش بتتناقش من 20 و30 سنه؟ غلط، تجاهل، غلط. كانت اخطاء. انا بشوف انه شيء غلط ان ده ما كانش موجود. ولا ظروف المجتمع اتغيرت، الناس اتنورت، التعليم بقى افضل، الانفتاح بقى اكتر؟ يعني لما انفتحنا على العالم اكتر وكثرت القنوات الفضائيه وبقينا كلنا كاننا بلد واحده، احنا شايفين كل العالم قدامنا، بنشوف بالزبط. الامريكي والياباني والفرنساوي والايطالي والهندي، احنا بنشوف حاجات يعني خلاص التلفزيون بقى جهاز خطير جدا وشايفين العالم كله. فلازم نطرح جميع القضايا، ما فيش حاجه اسمها ان احنا نقدم نوعيه محدده، لازم يبقى عندنا حريه الفكر بلا حدود، والا هنقف محلك سر ومش هنتقدم. لازم نواكب اللي حاصل حوالينا في السينما بالذات، لازم نبتدي نختار موضوعات مختلفه وجديده. و1-0 يعني اكبر دليل حي على كلامي ان لان احنا مواكبين اللي حاصل في الدنيا حوالينا، في اقبال فظيع من الجمهور. يعني ما شاء الله الفيلم عامل كومبليهات وشغال ايرادات هايله. طب ايه رد فعلك، او شايفه ليه حصل هجوم من بعض الفئات او خصوصا بعض الاقباط او المسيحيين على الفيلم؟ ده عدم فهم ولا ما تعودوش؟ يعني الناس اللي افتعلت القصه دي وقالوا رفعوا قضايا ومش عارفه ايه، دي ناس عايزه تتشهر. يعني اولا عشان محامي يرفع قضيه على حد لازم يكون وقع عليه هو شخصيا ضرر، يعني لابد ان يقع الضرر على الشخص اللي بيرفع قضيه على اي بني ادم ولا على اي جهه. لكن ايه الضرر اللي وقع عليه؟ والغريبه انه رفعوا القضايا بمجرد، يعني ده كلامهم، ان احنا شفنا الهام شاهين في البيت بيتك بتحكي قصه الفيلم. الله، ده انت حتى ما شفتش الفيلم ده قبل ما ينزل الفيلم. يعني المفاجاه ان انا قريت ان اترفع قضايا بتحكي على الفيلم او بتتكلم عليه، والقضايا دي المطلوب منها ان الفيلم ما ينزلش. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هو في حاجه اسمها كده؟ مش في رقابه وافقت وقرت الفيلم ده ووافقت عليه، وفي جهه انتاج وفي مخرج، واحنا نفسنا احنا جوانا رقابه ذاتيه نعرف نقدم ايه وما نقدمش ايه. واحنا ما فيش حد فينا يجرؤ انه ما يحترمش كل الاديان السماويه، ده دين سماوي، ما فيش حاجه اسمها انت مسلم مسيحي. حتى اليهودي كدين سماوي انا احترمه جدا، ده دين سماوي. والمؤمن من امن بالله وكتبه ورسله، ما قالش وكتابه ورسوله. فيعني حتى اي مسلم لازم يبقى مؤمن بكل الاديان السماويه عشان هو فعلا يبقى مؤمن وايمانه كامل. يعني قصدي المسألة مش بالبساطة دي انه لا دول تعرضوا قالوا حاجة ضد الدين المسيحي. ما حدش يجرؤ يقول حاجة لا ضد الدين المسيحي ولا ضد الدين الإسلامي. يعني ما حدش فينا من غير، هي الرقابة الداخلية جوانا. ففي تسرع شديد، في ناس عايزة ايه يعني تسيطر كده على حرية الفكر والإبداع، وفي ناس مش في دماغهم لا فكر ولا إبداع ولا دين، هم عايزين يتشهروا. فيتشهروا ازاي؟ مفيش البعض من الاقباط او من المسيحيين كان عنده حساسيه في مناقشه القضايا دي بشكل عام، حتى مش عشان لا على فكره خالص. وانا بالذات كرمت اكتر من مره، يعني خدت كذا جايزه من المركز الكاثوليكي في فيلم الهروب الى القمه وفيلم عفريت النهار، فيلم وحياه قلبي وافراحه، واخده 3 جوائز وتكريم اهو. فدليل ان يعني ان الاخوه المحامين اللي رافعين القضيه اولا متسرعين، ثانيا اللي انا اقدر اقوله وبصراحه هي ناس غاويه شهره. هتتفتح لهم القنوات المصريه والفضائيه والجرايد واسمهم ينزل وحاجات كده، لانه انت على اي اساس ترفع قضيه؟ انت لم يقع عليك الضرر انت شخصيا، ثم ان الفيلم لا يمثل ضرر لاي دين لا مسيحي ولا اسلامي. من جموع المسيحيين ما حسيتيش باي حساسيه؟ اطلاقا، بالعكس. مسلمين ومسيحيين بيشيدوا بالفيلم بشكل مش معقول. أنا الفيلم كل يوم في ندوة أو لقاء وندوات مع الجمهور وبسمع آراء الناس طايرة بالفيلم، الناس سعيدة بيه جدا وبجرأته، ولأن احنا سايبين النهايات مفتوحة، احنا ما بندخلش في الدين. يعني احنا نيفين ما قلناش الحل بتاعها كذا أبدا، احنا الفيلم خلص ونيفين دي ملهاش حل، لأن نيفين دي هتتكرر وهيبقى في كذا نيفين. احنا عايزين نقول كده، ومش هي بس، كل أبطال الفيلم مشاكلهم موجودة ومش هتنتهي. يعني الفيلم ما عندوش حل ليهم، والا كانت اتحلت مشاكل الناس دي. فاحنا بنعرض يعني عارف ايه، منشطات عريضه مش اكتر. الناس كلها مسلمين ومسيحيين في اشاده بالفيلم، يعني حتى في النقد
انا اقول لك لاول مره، اولا كم النقد مش معقول، يعني كميه النقد، انا بقى عندي مجلدات، حتى النقاد اللي كانوا بيكرهوني انا شخصيا كاتبين عني كلام رائع. يعني في ناقد عمره ما كتب عني كويس، في ناقد كبير كتب صفحه كامله اشاده بالفيلم وبيا. في ناقد بيكرهك؟ بس مش هقول اسمه طبعا. معقوله؟ عرف انه غلطان وكتب عكس الكلام، كاتب صفحه. يعني انا بشكره طبعا انه غير رايه فيه، يعني هذا الفيلم غير رايه بالنسبه لإلهام شاهين. فانا بقول لك يعني انا قصدي انه فيلم ما اختلفش عليه اتنين. يعني طب ليه الحساسيه موجوده بغض النظر عن اللي رفعوا قضايا؟ عاده يعني لاحظنا خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا كل ما يكون في فيلم في شخصيه قبطي او قبطيه يثار حواليه الجدل، حتى الفيلم المتوازن مثلا اللي بيعرض للشخصين ومشاكلهم حسن ومرقص نفس القصه. يعني هناك دائما حساسيه تجاه مرقص. انا شايفه انه فيلم جميل جدا والناس اقبلت عليه وما حصلش منه مشكله، ما حصلش من وراه مشكله. على فكره الجمهور ما عندوش مشاكل خالص، الجمهور اللي بيتفرج ما عندوش مشاكل. في فئات بتفتعل هذه المشاكل، وانا يعني انا قعدت احلل فيها. دي ناس رفعت قضيه قبل الفيلم ما ينزل. طب الناس دي عايزه ايه؟ دي عايزه اسمها يتكتب في الجرايد والاعلام وبتاع، ولذلك انا حتى مش فاكره اسمهم ولا هقول اسمهم، ان هم عايزين ده ان انا اطلع اقول فلان عمل كذا. المساله لا تعنيني، لان المساله لا تؤثر علينا خالص. انا بشكرهم لانه اللي عملوه ده عمل دعايه خطيره للفيلم. الناس اقبلت اكتر وعايزه تشوف ايه الفيلم ده اللي مرفوع عليه القضايا، فالفيلم محقق نجاح جماهيري عظيم الحمد لله. ده بعد كده ممكن حد يعمل فيلم ويسلط حد من اصحابه يعني يرفع عليه قضيه. ارفع عليا قضيه عشان الناس هتجري تشوف ايه الحكايه، ليه الفيلم ده بيتقال عليه كده وليه في قضايا وكلام من ده. انت رايك ايه في مستوى الرقابه على المصنفات الفنيه في مصر دلوقتي؟ لا الرقابه عندنا يعني انا بأشيد بيها جدا 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 الحقيقه. يعني لانه من اول ما قريت الفيلم مش قضيته بس المسيحيه، ده احنا عندنا قضايا مهمه جدا بالزبط. ده احنا بنقول ناس على كل المستويات تعبانه، فقير وغني ومسلم ومسيحي وكبير وصغير واطفال الشوارع. احنا مقدمين كل حاجه، مقدمين كل قطاعات او اغلب فئات الشعب المصري وبجرأة غير مسبوقه. يعني الرقابه مش بس في دور المسيحيه، لان هو ما فيهوش حاجه يعني ضد الرقابه تبقى ضدها يعني. لكن مثلا مطربه الفيديو كليب الغير موهوبه بتبقى ماشيه ازاي؟ ايه الطريق اللي بيوصلها؟ البنت المحجبه الغلبانه البسيطه اللي لابسه الحجاب، لانه المساله مش فقط تدين ولكن ايضا هو زي للمنطقه الشعبيه عشان الناس ما تبصلهاش بصه وحشه، ونفسها تعيش ومش هتعرف تعيش باقل القليل، اللي هي بتدي حقن في البيوت وتشتغل تمريض وبتاع. البلانه وهي شخصيه نادرا لما تقدم، هي بتمثل قطاع عريض، ممكن تبقى بلانه وممكن تبقى شغالين في البيوت، وممكن الناس اللي بتشتغل في شغلانات بسيطه وبتتعب قوي، وتلاقي الستات هي اللي بتربي رجاله وهي اللي بتصرف، لان الرجاله مش لاقيين شغل بسهوله، لان ابنها قعد كتير من غير شغل وبقى راجل ومش عارف يشتغل ومش عارف يعيش، فالام هي اللي بتربي وتتحرم من حياتها كأنثى لانه مسخره حياتها لابنها. احنا بننتقد حاجات كتير، الراجل المناجي بتاع السيارات، الجد اللي عنده طفل الشوارع اللي بيعلمه النصب، يخلي الولد يرمي نفسه قدام العربيات عشان ياخدوا فديه عن الولد، وهو كله مخه في حته الحشيش اللي هيشتريها، انه ياخد فلوس من الناس عشان كده.